السلام عليكم، ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله معانا فيديو حلو جدا اللي هنعمل كذا صنف للمكرونه مختلفين عن بعض، وبقى تشوفيهم وتختاري الصنف اللي انت تحبيه وكده تغيري في الاكلات. عندنا هنا بقى كذا صنف من المكرونه. اول صنف جبت كيس مكرونه، اي نوع مكرونه عندك. هنبتدي نضيف له كيلو من اللبن سايب او لبن مبستر اللي انت عايزاه، وتسيبيهم يغلوا مع بعض لغايه ما يوصلوا للقوام اللي احنا شايفينه ده. بتحسي ان المكرونه كانك مسوياها في كريمه او بشاميل. زي ما انتم شايفين كده بنبتدي ننزل عليها بشويه توابل عباره عن ملح وفلفل اسود وشويه من الشطه، دي اختياري. وهنبتدي نضيف لها شويه من الزيتون، وعندك هنا ايه فلفل اخضر، وفي بقى فلفل قرن فلفل حراق وممكن تستغني عنه، وتمن رومي مبشور. وهنبتدي نقلبهم مع بعض. ولو عايزه تضيفي اي اضافات تانية، فلفل الوان، عايزه تضيفي اي نوع جبنه تاني زي ما انت عايزه، وهتقلبيه بقى بالشكل ده. ممكن على فكره يتاكل بالطريقه دي من غير ما تحطيه في الفرن. انا بقى حبيت ان انا احطه ايه، اعمله افتكاسه شويه واحطه في الفرن. فجبت طاجن وابتديت احط عندي كميه المكرونه، بصي كانك عاملاها في بشاميل بالظبط، يعني كلها ما خدتش مننا وقت، وفي ايه، وفي حاجه واحده استوت. هبتدي اسوي عندي المكرونه بالشكل ده، وابتدي احط على وشها جبنه موتزاريلا بالشكل ده وشويه من الزيتون يزينوا عندنا الوش. السوا بقى هيبقى ايه، بحطها على الشبكه اللي في النص، اولع عليها الشوايه، مجرد ان هي تلون وتديني لون خلاص كده، لان المكونات عندي بتعتبر كلها مستويه. زي ما انتوا شايفين كده، ده شكلها بقى ندخلها الفرن. وبعد ما طلعت شكلها بقى مش قادرة اقولك على طعمها وعلى ريحتها، يعني مخلية ريحة المطبخ من الجبن واللبن اللي فيها ما شاء الله، ريحة وطعم هيعجبوكي جدا. تعالوا بقى نقطع منها قطعة كده ونشوفها. زي ما انتوا شايفين انا ما استنيتش عليها لما تبرد، انا ما بستناش على المكرونه ما بتبرد. احنا بنحب اي مكرونات تدخل الفرن تتاكل وهي سخنه. زي ما انتوا شايفين كده، من غير لحوم ومن غير اي اضافات تانية غير الجبن، ما شاء الله هتعجبك جدا وفي منتهى الجمال. يلا بينا نصلي على حبيبنا الرسول عليه افضل الصلاه والسلام ونشوف الوصفه اللي بعد كده. عندنا هنا وركين هنخليهم، او تجيبي الوراك مخلية. عندي عايزة بقى تعملي 2 تعملي 3 زي ما انت عايزة، الكمية اللي انت عايزاها. وهنبتدي بقى ايه، نقصهم بالمقص كده لقطع صغيرة او بالسكينة اللي انت ايه بترتاحي فيه. قطعنا بقى الكمية، انا وزنتها طلعوا تقريبا عشان الوراك كبيرة، طلعوا نص كيلو الا 10 جرام. هنبتدي نسمي بسم الله، ونجيب عندنا بقى طاسة نحط فيها كمية من الزيت بسيطة، وننزل عندنا ببصلاية كبيرة أو بصلتين وسط، عليهم قرن فلفل حراق أو بارد زي ما انت عايزة، وممكن تضيفي كمان فلفل ألوان متقطع لقطع صغيرة. ونبتدي ننزل عندنا بالإيه، بالفراخ بالشكل ده، ونقلبهم بقى ونشوحهم مع بعض. وهنبتدي بعد كده نضيف عندنا التوابل. ايه هي التوابل؟ عبارة عن ملح، نص معلقة من توابل الفراخ، نص معلقة من البابريكا، نص معلقة توم باودر، نص معلقة بصل باودر. ونبتدي نقلب المكونات دي، وطبعا فلفل اسود ما ننساهوش. طبعا انا بفضل استمر في الايه، في السوى لغايه ما القوام عندي زي ما انتم شايفين كده، والفراخ تشرب السوائل اللي نازله منها. بعد كده هنعمل لها بقى شويه بشاميل. عندي هنا ايه، الدقيق حمرته تحميره حلوه، وبعد كده نزلت عندي بكميه اللبن. والكميه دي طبعا ما اقدرش اقول لك انا عملت كميه قد ايه، لان ممكن تكتري وممكن تقللي. وابتديت بعد كده انا عايزه صوص البشاميل يكون صوص ايه، كريمي كده، ما يكونش لا تقيل ولا خفيف قوي، خير الامور الوسط. ضفت له هنا شويه من الملح وشويه من الفلفل الاسود، وده القوام اللي انا وصلت له. وعندي هنا المكرونه بتتسلق، انا بديها غلوتين 2، ما بسويهاش قوي. بعد كده بجيب المكرونه واجيب عندي الفراخ واقلبهم مع بعض بالشكل ده كده. هننزل بقى عندنا بكمية البشاميل، هناخد نص او 3/4 البشاميل نحطه على المكرونة، بيبقى طعمها بقى في منتهى الجمال. شايفين البشاميل اللي عندي سايل شوية، مش متماسك قوي. وهنبتدي بقى بعد كده نجيب الصينية اللي هنحط فيها المكرونة بالبشاميل بالفراخ. حبيبي يا الله، حبيبي يا رسول الله. وهنبتدي بقى نساوي الصينية عندنا بالشكل ده.
عشان بتبقى بقى المكرونه تحت ومكرونه فوق. هنسويها وبعد كده ايه، نضيف بقى البشاميل ونبتدي نسويها من على الوش بالبشاميل. عايزه تحطي بقى شويه جبنه، عايزه تحطي بضايه، هنا ما بحطش فيها اي حاجه زي ما انتم شايفين كده. وهدخلها الفرن وهتشوفي بقى الشكل بتاعها هيبقى عامل ازاي. شكلها هيبقى في منتهى الجمال. هندخلها بقى الفرن، نحطها على درجة حرارة كده يعني 200 180 زي ما انت عايزة. او لو ما فيش عندك في الفرن درجة حرارة، في خير الامور الوسط، اعلى من النص بشوية. وده شكلها بعد ما خرجت. تعالوا بقى نقطع قطعة منها ونشوف بقى الشكل بتاعها. بصي كريمية كده وجميلة وفي منتهى الجميل. وهنبتدي بقى ناخد قطعة وهي سايلة كده، عايزاها تبقى متماسكة، سيبيها تبرد شوية. انا بقولك بحب بقى ايه، المكرونة تنزل على الطبق على طول، تتاكل وهي سخنة. بس انت لو سبتيها 10 دقايق هتلاقيها ما شاء الله متماسكة. ادي مكرونتنا بالوراك بتبقى طعمها في منتهى الجمال. تعالوا بينا نسمي بسم الله ونصلي على حبيبنا الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. عندنا حلة فيها بقى ايه، معلقتين تلاتة كده من الزيت، او اختياري ممكن تحطي سمنة، اللي يعني المادة الدهنية دي بترجع لك انت اللي انت عايزاه. وحطيت فيها بصلة كبيرة كده شوحتها. وابتديت انزل بقى، هنزل عندنا بدرق من الطماطم بعد ما شوحت البصلايه كده بالشكل ده. واسيبهم بقى ايه يسبكوا مع بعض. هنقلبها تقليبه ونسيبها بقى ايه تتسبك. بعد بقى ما اتسبكت عندنا ابتديت اضيف عليها شويه من الميه السخنين. وابتديت بعد كده هضيف بقى عندي التوابل، ملح وفلفل اسود ومعلقه من السكر ومعلقه ونص معلقه من البابريكا. وبعد كده نضيف المكرونه ونسيبها بقى ايه تستوي براحتها. وكل حاجه في حله واحده، يعني ما بسلقش واصفي وارجع تاني اخد المكرونه. لا، انا بقى لما باجي اطبخ المكرونه بعملها على طول في حله واحده، ما بسلقش ولا بعمل اي حاجه. ودي مكرونه مفيش جنبها اي حاجه، طبق مكرونه يتاكل بالف هنا، شويه مكرونه زي السكر. طبعا لما تتاكل بقى وهي سخنه كده بتبقى في منتهى الجمال. ولا في جنبها اي حاجه، حطي جنبها شويه مخلل، شويه طماطم، عايزه تحمري شويه بطاطس، تسلقي بيض جنبها. انا عملتها كده والله العظيم، طبق مكرونه لا يعلى عليه زي ما انتم شايفين كده في منتهى الجمال. تاكلي كده بالشوكة وحاجة كده مية مية. يلا بينا على الوصفة اللي بعد كده. هنسمي بسم الله وما ننساش نصلي على حبيبنا وشفيعنا يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. عندنا هنا معلقتين من السمنة أو الزيت. هنضيف لهم بصلاية كده مبشورة وعليها إيه، قرنين من الفلفل حامي أو بارد زي ما تحبي، وفصين من التوم. وابتدينا كده نقلبهم ونشوحهم مع بعض. بعد كده بنزل عندي بإيه، بالسجق بكون مقطعاه قطع صغيرة. وفي نفس الوقت أنا مش عايزة أحركه كتير عشان ما يتهريش معايا، عايزاه أسيبه كده لغاية ما يتمسك في الإيه في التشويح. يعني أنا قلت أقلب بس البصلة مع التومة مع الفلفل، ياخد بس النكهة، واسيبه بقى لغاية ما احس ان هو بقى متماسك زي ما انتوا شايفين كده. اقدر بقى ايه اقلبه براحتي. طبعا مش هضيف له اي توابل. عندي بقى هنا كمية من الصلصة، هنضيف له الكمية المناسبة للكمية اللي موجودة عندنا بالشكل ده كده ونقلبها. وطبعا الصلصة عندي انا مجهزاها ببصل وزيت، وببقى مجهزاها عندي بتبقى جاهزة كده لأي ايه حاجة انا عايزة اعملها. ضفت بس شوية من الملح، وهضيف نص معلقة من السكر، وهضيف كمية من الفلفل الاسود عشان ما ننساش ان السجق بيبقى فيه توابل مظبوطة. ونبتدي نقلب بقى المكونات دي مع بعضيها كده. بعد كده بنزل عليهم بمية سخنة بتغلي علشان ايه نضيف المكرونة بتاعتنا. هنا انا ضفت المكرونة قبل ما اضيف عادي. اقبلوها مني. ضفت المكرونة على الصلصة والسجق بالشكل ده، وابتديت اقلبهم. في الوقت ده انا عندي الكتل بيغلي عشان احط عليه او اضيف لهم المية السخنة. كده التوابل بقت مظبوطة. انا مش محتاجة ان انا اضيف اي توابل. اللي انا محتاجاه ان انا بس اي اللهم صل على النبي، اتابع الوصفة بتاعتي عشان ما تلزقش، وعشان المكرونة تطلع معايا مفلفلة زي ما انتوا شايفين كده. ممكن تاخدوها بحالها كده وتحطوها في طاجن وتدخلوها الفرن. انا قلت لا، هسويها كده زي ما هي واطلعها على طول، وهشوفوا شكلها هيبقى ايه. زي ما انتوا شايفين غطيت عليها، وكل 10 دقايق ابص عليها كده واقلبها عشان ما تلزقش معايا. خاصة كمان ان انا مش عاملاها في حاجة تيفال. هيرجع تاني بالشكل ده كده. كانت بقى وصلت لدرجة السوا زي ما انتوا شايفين كده. شوية مكرونة ما شاء الله مظبوطين.
سيبك بقى من اللي يقولك عايزه اجيب طاجن مكرونه او اشتري مكرونه من بره، احنا عاملين اصناف النهارده ما شاء الله كلها اجمل من بعض. ادي عندنا، انا كنت سايبه صباعين بس من السجق كده عشان ازين بيهم الطبق. وادي المكرونه عندنا ما شاء الله ما شاء الله، تتاكل كده مش عايزه جنبها اي حاجه. زي ما انتوا شايفين كده طبق المكرونه ما شاء الله زي الفل. ابتدينا نسويها بالشكل ده عشان يبقى بس شكل التقديم حلو. وادي طبق المكرونه بالسجق، حاجه كده في منتهى الجمال. يبقى احنا عملناه بالفراخ، عملناه بالكبده، عملناه هنعمله لسه بالكبد والقوانص، عملناه بالسجق، تعمليه باللحمه المفرومه. يعني ما شاء الله المكرونه دي يعني حياه تانية بجد. يعني بنعمل منها اصناف ياما. ده شكل الطبق بتاعنا، المكرونه بالسجق بالشكل ده. يلا بينا نصلي ونسمي على حبيبنا. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي رسول الله. وما تنسنيش بدعوة حلوة ولايك حلو من ايديكي. ويلا بينا نبتدي الوصفة اللي بعد كده. عندي هنا بقى ايه، طاسة كده حطيت فيها معلقتين من السمنة، نزلت عليهم ببصلاية كبيرة متقطعة مكعبات او مضروبة في الكبة زي ما تحبي. وابتديت اشوحها كده لغاية البصلة ما تدبل معانا. بعد كده بجيب بقى عندي قرن فلفل وابتدي اقطعه عليها. ولو عايزه تستخدمي بقى فلفل الوان زي ما انت عايزه، انا استخدمت فلفل اخضر واحمر. اما الاتنين هتقولي ده حراقين، لا مش حراقين، هما بيعتبروا ايه باردين. بس عايزه تستبدليهم بفلفل عندك موجود الوان، استبدلي بقى. ادي البصله مع الفلفل ابتدينا نشوحها تشويحه حلوه. بنستمر كده في التشويح لغايه الفلفل عندنا ما يدبل. بعد كده بنزل عندي بقى ايه، بصدور فراخ بالشكل ده. وابتدي بقى ايه، احط التوابل بتاعتنا اللي هي ملح فلفل اسود، توابل، اللهم صل على النبي، توابل فراخ، نص معلقه من بصل بودر، نص معلقه من الثوم البودر. وابتديت وفلفل اسود طبعا ده ما ننساهوش. ونبتدي نقلب بقى ايه التوابل دي مع بعضيها مع الفراخ. في نكهة توابل انا ممكن ما احبهاش، في نكهة توابل تانية انت ممكن تحبيها تضافيها. فانا كده حطيت فلفل اسود، بصل بودر، توم بودر، شوية من الشطة ده اختياري، شوية من الفلفل الاسود، نص معلقة من توابل الفراخ. وابتديت بقى ايه اقلبهم كده لغاية الفراخ عندي ما تستوي. طبعا البصلة واخدة تشويحة والفلفل واخد تشويحة، ده القوام بقى اللي احنا عايزينه، يبقى فيها شوية صوص كده وبصات. وكده الفراخ بتاعتنا استوت. عندنا هنا بقى ادي الفراخ. المكرونه عملتها بنفس الطريقه اللي انا عملتها في الاول عشان ما اطولش عليك الفيديو. وهنبتدي بقى ايه، نجيب بقى طبق نحط فيه شويه من المكرونه اللي احنا عملناها مع بعض، ونضيف لها كمان شويه من الايه من الفراخ. اكله سهله جدا وبسيطه. وده ممكن تعمليه بصدر فرخه كامل، ممكن تعمليه بقطع بانيه زي ما انت عايزه. انا قطعت القطع البانيه لشرايح كده وعملتها. وده الطبق بتاعنا، طبق سهل جدا وينفع فكره للغدا او للعشاء، سهل وبسيط ومش فيه اي حاجه، وبمكونات بسيطة جدا، يعني مش هتاخد منك وقت. وطبعا احلى ما في المكرونة ان هي بتتحب تتاكل سخنة كده وتكون جوسي كده وفي منتهى الجمال. تعالوا بينا بقى نسمي بسم الله ونصلي على حبيبنا الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. ونعمل الوصفة اللي بعد كده. عندنا هنا بصلة متقطعة جوليان، هنبتدي نقطعها بالشكل ده. ننزل عندنا بفلفل اخضر متقطع برضو قطع زي البصلة. وعندنا بقى هنا ايه، نص كيلو من الكبدة، كبدة مستوردة، كبدة بلدي اللي متوفر عندك متقطعة المكعبات او لشرايح. ونبتدي بقى ايه، ننزل عليها اللهم صل على النبي، نحمرها مع البصلة والفلفل. وطبعا ما ننساش الثوم، حاطين فيها 3 4 فصوص من الثوم. وابتدينا ننزل بدورق من الطماطم المضروبة. ونسيبها بقى تستوي لغاية ما تدينا القوام المظبوط. ده قوام السوى المظبوط. ممكن تستبدليها بلحمة مفرومة بدل الكبدة. لو ما بتحبيش الكبدة ممكن تستبدليها بلحمة، يعني تعملي اللحمة بنفس الطريقة اللي احنا عملنا بيها الكبدة. وابتديت احط عندي كيس الا ربع من المكرونه، وهبتدي انزل عليه كده على الطاجن على الكبده. واحط بقى ايه مقدار الميه بتاعته، تكون ميه سخنه بتغلي. وابتدي احرك بالراحه المكرونه بالشكل ده عشان ما تعجنش في بعضيها.
واغطيها بفويل وادخلها بقى الفرن. ده شكلها بعد ما خرجت. تعالوا بقى نقلبها ونشوف شكل الاكلة بتاعتنا ايه. هنبتدي كده نسمي بسم الله ونصلي على حبيبنا الرسول عليه افضل الصلاة والسلام، ونقلب الوصفة بتاعتنا بالشكل ده. طبعا القلب ده بيبقى ايه، يعني بتحسي ان انتي قلبك اللي بيخرج بره، ليه معرفش يعني. احنا هنقلبها وهتطلع وهتتاكل. ماما حسيت ان هي لازقة زي ما انتوا شايفين كده، رغم ان الطاجن مش فيه اي حاجة، بس كان الاصول ان انا اعمل الداير بالسكينة، بس ده ما جاش في الفكر. طبعا انتوا عارفين لما فكري بيقف بعيد عنكم اقولكم. ما اقولكوش لما بتقفش معايا. وطعمها بقى في منتهى الجمال، سهلة جدا وبسيطة. وبرضو في حاجة وحاجتين، الطاسة اللي عملنا فيها الكبدة والطاجن اللي عملنا فيه المكرونة، ومن غير مواعين. شفتي بقى الطاجن سهل جدا جدا، وزي ما قلت لك اهم حاجه من غير اي مواعين. يلا بينا نسمي بسم الله ونصلي على حبيبنا الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. عندنا حله حطينا فيها كميه من الزيت، وابتدينا ننزل عندنا ببصله متقطعه كده، ونزلنا عندنا بنص كيلو من القوانص او ربع كيلو او الكميه اللي انت عايزاها، قوانص من غير كبده. وابتديت ارش عليها بقى التوابل بتاعتي، فلفل اسود، توابل فراخ، شويه من البابريكا، وابتديت ايه وتوم باودر، بصل باودر، وشويه من الملح، واضيف لهم شويه ميه صغيرين، واسيبهم كده ايه يترددوا على الهادي. بعد كده دي شكل القوانص بتاعتي. هبتدي انزل بالكبده بقى. انتوا عارفين ان الكبده ما بتاخدش نفس السوى بتاع الايه بتاع القوانص، فانا عملت القوانص غلوه لوحدها الاول، بعد كده نزلت عندنا بالكبده. عندي هنا الصلصه معموله في البيت، او صلصه عندك جاهزه، او اللي هي الصلصه العاديه بتاعتنا اللي بتبقى معموله ببصل وكده. اي صلصه موجوده عندك حطي بقى الكميه اللي تناسب الكيلو كبد وقوانص او النص كيلو زي ما تحبي. وابتديت كده طبعا احنا حطينا لها التوابل وسيبناها بقى ايه تستوي. عندنا هنا هنحمر بطاطس جنبيها. هنبتدي بقى ايه في حلة تانية كده نحط شوية من الزيت. انا بحب اعمل المكرونة بزيت، بتخلي المكرونة عندي مفلفلة وببقى خفيف. مش عارفة، مش برتاح للسمنة يعني قوي. احس ان السمنة بتبقى تقيلة في الاكل، حتى لو اتثبت شوية لازم تقومي تسخني الاكلة. المهم ابتديت اشوح عندي كيس مكرونه، وحطيت له كمان شويه من الصلصه وشوحتهم مع بعض. والطريقه دي بتخلي طعم المكرونه في حته تانية. وابتديت اضيف بقى شويه من الفلفل الاسود، شويه من الملح، شويه من البابريكا، بتخلي طعم المكرونه حلو جدا. عايزه تحطي شويه شطه احطي شويه شطه. وما تنسيش تضيفي معلقه صغيره من السكر بتعادل حموضه الطماطم، بتخلي طعم المكرونه حلو جدا. وادي المكرونه بتاعتي هسيبها تستوي، وقلبت البطاطس، وادي الكبد والقوانص زي ما انتوا شايفين كده. ده الشكل بتاعها. وتعالوا بقى ايه هنغرف طبق مكرونه وعليه شويه من الكبد والقوانص والبطاطس المحمره اهيش زي ما انتوا شايفين ما شاء الله. طبق في منتهى الجمال، يتاكل كده مش محتاج اي حاجه جنبه. حطي بقى شويه مخلل، حطي شويه جرجير، حطي بتنجان مخلل، اللي انت عايزاه. دي كانت الاكله بتاعتنا، اكله سهله جدا وبسيطه. يلا بينا نسمي بسم الله ونصلي على حبيبنا الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، ونشوف الاكله اللي بعد كده. عندنا حله حطينا فيها شوية من الزيت، شوية من الفلفل الأسود، شوية من الملح، معلقة صغيرة من السكر، وادي شوية بعد كده هنضيف بقى عندنا كمية الصلصة اللي احنا حطينا التوابل في الزيت. التوابل دي في قلب الزيت تديك تفوح التوابل الاول، وبعد كده حطي الايه الصلصة. هنبتدي بقى ننزل عندنا مكرونه سباكيتي. عايزه تسيبيها بحالها بتوقفيها في الحله. انا حبيت ان انا اكسرها، بحب لما اجي اعملها سباكيتي احب اكسرها كده عشان ما تبقاش طويله علينا كده واحنا بناكل. هي طبعا بيبقى ليها طريقه لفه كده تلفيها عشان ما تضايقكيش في الاكل، بس هي كده بتبقى ايه بتبقى سهله. كنت عامله جنبها بفتيك وشويه بطاطس وشويه طماطم كده متقطعين قطع، ودي كانت اكله بسيطه جدا وسهله ومش بتاخد منك وقت. انا بس حبيت اقولك على طريقه الايه المكرونه الاسباجيتي انا بعملها ازاي. انما بقى اختياري بقى بيض، بفتيك، بانيه، كفته، اي بقى حاجه، كبده، اللي انت بتحبيه جنب المكرونه اعمليه. وده كان طبق سهل جدا وبسيط. وبقولك المكرونه تتعمل بالطريقه دي، تاكليها بقى من غير حاجه، تاكليها جنبها قطع من اللحم زي ما انت عايزه. تعالوا مع بعض بقى، دي اخر حاجة نعمل بقى صينية مكرونة بالصدور. عندنا هنا بصلاية شوحناها بقى تشويحة حلوة، وعندنا هنا صدر فرخة ابتدينا نحطه على البصلة كده بالشكل ده، ونبتدي ايه نشوحهم مع بعض. بعد كده بضيف بقى التوابل،
نص فلفل، نص معلقة من الفلفل الأسود، نص معلقة بابريكا، نص معلقة توابل فراخ، وشوية من التوم البودر، بصل بودر، وشوية من الملح. ونبتدي نقلب الفراخ بتاعتنا بالشكل ده. عند ما تيجي تقرب على السوا بنزل عليها بفلفل. عايزة بقى زي ما قلتلك فلفل ألوان أو فلفل عادي زي اللي تحبيه. بالشكل ده كده هنقلب بقى صدور الفراخ بتاعتنا. يعني احنا عملناها، اللهم صل على النبي، عملناها بالوراك، دي بقى بالصدور. هنبتدي نحضر بقى عندنا البشاميل. حطيت برضو كمية من الزيت، وهضيف عليه الدقيق وحمصه بقى ايه تحميصة حلوة كده لغاية ما يبقى لونه ذهبي فاتح زي ما انتوا شايفين كده. وابتدي انزل باللبن. طبعا هتقولي لي اللبن ده ما اتغلاش، ما هو كده كده هيغلي مع البشاميل، لازم يوصل لدرجة الغليان. ونبتدي نقلب كده. انا بحب لما بعمل بشاميل ما يبقاش تقيل، يبقى خفيف. ونستمر بقى في التقليب لغاية ما يدينا القوام المظبوط. وطبعا في الوقت ده كنا سلقنا المكرونة. انا ما بحب اسلقها، بسلقها نص سوا كده. وابتديت انزل عندي بالفراخ اللي احنا شوحناها مع بعض مع البصل ومع الفلفل، وابتديت اقلبهم مع المكرونة بالشكل ده. انا بحب لما احط لحمة مفرومة او فراخ او اي نوع لحوم على المكرونة بشاميل لازم اقلبها كلها في قلب المكرونة، بيبقى طعمها في منتهى الجمال. ابتديت نحط بقى الكمية بتاعت البشاميل المناسبة للمكرونة. أنا بحبها كتير على المكرونة أكتر من الوش اللي فوق. ونبتدي نقلب بقى المكونات دي كلها مع بعضيها. هنحط شوية من الجبنة الموتزاريلا وده اختياري، بس بيطعم الايه اللهم صل على النبي. ال... ال... الج- ال... كنت اقول الكريم جانتيه، طعم البشاميل بتاعنا. وممكن تضيفي كمان قطع من الجبنة النستون، او تضيفي اللي هي ايه كريمة الطبخ، اللي في يعني اللي في استطاعتك بتعمليه. بصوا بقى المكرونه ابتدت تشد كده، هي تتاكل كده من غير ما تضيفيها في طاجن. هجيب بقى طاجن بالشكل ده ونبتدي ننزل المكرونه بتاعتنا بالشكل ده كده. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. ونبتدي نسوي المكرونه وننزل عليها بقى ايه بطبقه البشاميل اللي فوق. وندخلها بقى على فرن درجة حرارة أعلى من المتوسط شوية، ونسيبها بقى تستوي لغاية ما وش الصينية يتلون معانا كده. هندخلها بقى الفرن، وادي شكلها بعد ما خرجت. لا محطوط لها زبدة ولا محطوط لها بيض ولا محطوط لها جبنة ولا أي حاجة، ده اللون بتاعها. عملت جنبها، جبت جنبها كيس شيبسي، قطعت شوية طماطم وشوية خيار، وأكلة صينية مكرونة في منتهى الجمال. أنا بعملها عندي في البيت على طول، سواء بالوراك سواء باللحمة المفرومة سواء بصدور الفراخ. تعالوا بقى نقطع منها قطعة كده ونشوف شكلها ايه. زي ما قلت لك انا بحبها اعملها وهي سخنة على طول، واحبها تنزل في الطبق كده سايحة. عايزة تسيبيها تبقى متماسكة، سيبيها بس تبرد 10 دقايق هتلاقيها مسكت لوحديها من غير اي حاجة. بصوا بقى السخونية ما شاء الله، يعني البخار بتاعها باين. بخار الصينية طالع ما شاء الله، محتفظة بالبخار مخبياه جواه ولا ايه. قلت استنى شوية لما البخار بتاعها يروح، مغطى على الكاميرا خالص. بصوا يعني محتفظة بدرجة الحرارة بتاعتها، مش قادرة اقولك، واضح يعني. ابتديت اخد قطعة تانية في الطبق زي ما انتم شايفين كده. ما شاء الله بقى شوية مكرونة يتاكلوا من غير اي حاجة. يا رب الفيديو بتاع النهاردة يكون عجبكم، ونشوفكم ان شاء الله في وصفات جاية جديد.